السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي دي نص كيلو لحمة. طبعا اهم حاجة نكون في اللحمة المفرومة بتاعتي فيها الدهن بنسبة كويسة، يعني لو كيلو لحمة عليها ربع كيلو دهن. الدهن ده اللي هو بيبقى فلية الخروف، تمام كده. طيب احنا دلوقتي هنعمل عليها ايه؟ دي ايا كان نوع اللحمة عليها الدهن، اهم حاجة الدهن، لان الدهن هو اللي بيدي الطعم والطراوه اللي بتبقى في الكفته بتاعت الحاتي اللي احنا بنشتريها. طيب ادي دي نص كيلو لحمه. نص كيلو لحمه مفرومه اللي احنا هنعملها، نصبحها عليها بصلايه كبيره مبشوره او مقطعه او مفرومه زي ما تحبي تعمليها، تمام. بس اهم حاجه تبقى صغيره، الفرن بتاعك يبقى صغير عشان ما تبقى الزهره في الكفته. ودي معلقه بهارات، ممكن تحطي بهارات الكفته او البهارات العاديه، بتدي طعم حلو قوي في الكفته. دي ربع معلقه فلفل اسود. دي ربع معلقه من الكربوناتو، على فكره ربع معلقه على طرف المعلقه، تمام كده. طيب الكربوناتو هتظبط معايا المسكان بتاعها والتظبيطه بتاعتها هتبقى حلوه جدا. طب لو ما عنديش كربوناتو ممكن تحطي بيكنج باودر. ايوه بيكنج باودر برضو بنسبه صغيره زي دي على طرف المعلقه. ادي ده بقى الخضره بتاعتي دي اختياري، ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش. ممكن تقطعي البقدونس بالشكل ده كده، تقطعيه صغير وتحطيه عليها. طب لو مش عايزين براحتنا، دي اختياري، لكن الحاجات دي البصل والبهارات دي اساسيه، تمام كده. يلا بينا نخلط ده على ده ونعجنهم كويس قوي. هي انا عجنتها كويس قوي وجهزت صينيه معايا وحطيت فيها نص معلقه من الزيت، وهفرشها كويس قوي في الصينيه دهان. وعلى فكره الخطوه دي ممكن ما نعملهاش، يعني ممكن ما نحطش الزيت، لان الدهون اللي بتبقى في الكفته بتنزل منها في الصينيه وبتبقى مظبوطه قوي في الفرن. يلا بينا. اهو بقى هبدا اصبعها. بصوا انا مجهزه سيخ معايا بالشكل ده، ايا كان السيخ اللي عندك، اي سيخ عندك، او السيخ اللي بتسني عليه السكاكين بالشكل ده، تمام. وانا دهنه ايدي اهو بالزيت، وهبدا ان انا اخد من الصينيه، يعني كله من الصينيه، تمام. يعني كل اللي استخدمناه نص معلقه من الزيت، وممكن ما نستخدمهاش، وممكن نستبدل الزيت ده بميه ساقعه ندهن ايدينا بيها عشان ما تلزقش في ايدينا الكفته، تمام كده. طيب نبدا بقى نعملها اللي هي نصبحها زي ما الراجل بيصبحها بالصباعين دول، تمام كده. بصي اهو، اللي هو هتعملي مثلا صباع كبير، حطي كميه كبيره، هتعملي كميه كبيره، هتعملي الصباع صغير زي ما انا عاملاه كده، وهتبداي تصبعيه كده زي ما الراجل بيعمله بالصباعين دول، تمام كده اهو. ادي علامه الصواب، وانا بعمله على السيخ عشان خاطر يبقى مفرغ من جوه، تمام. وابدا اسحبه كده، ادي اهو مفرغ معايا، واحطه في الصينيه ونعمل غيره. يلا نعمل غيره واوريكم. ادي اهو ناخد كميه معقوله كده، تمام. وتبداي تعمليها كده اهو، وتقومي مدخله السيخ فيها كده، وتبداي تفرديها على السيخ بالشكل ده، تمام كده. وبصباعينك اللي هي الصباعين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو ده العلامه اهي كده، كانك شاريه كفته من عند الحاتي، ولا هي من البيت ولا حاجه، وهتشرفك قدام ضيوفك، تمام. اهي اهي وتقومي سحباها كده اهو، وحطها في الصينيه، ولا نعمل شيش ولا غيره ولا نكلف نفسنا. اهو بعد ما خلصتها كلها اهي، صبعت النص كيلو كله. هبدا ان انا ادخلها الفرن، تشغلي من تحت بس، اوعي تشغلي الشوايه، لان الكفته بتستوي بسرعه جدا، وتوطي عليها يعني. اهي بعد ما طلعت الكفته من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللي هي ما شاء الله جميله، شكلها يفتح النفس. حلو قوي ان انت لو كلتيها بالعيش وجنبها شويه سلطه، يا اما ممكن تعملوها سندوتشات، يا اما ممكن نعمل جنبها رز او مكرونه، بتبقى جامده جدا. وادي صباع كفته معايا اهو، شايفين اللي هو طريه وحلوه وناعمه ازاي؟ شايفين عامله ازاي؟ اللي هي طريه معايا وجميله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.